اهلا بيكم يا شباب في اللايف ده. انا عارفه ان اللايف ده اتاخر جدا، كان مفروض يبقى امبارح، بس طبعا انتوا عارفين ان الجمعه بقى ومشاغل الجمعه وحاجات الجمعه، فعشان كده اتاخرت ومعرفتش اطلع اللايف ده ونبدا الخطه. فيا رب يكون الفيديو القصير اللي نزل الصبح اسعفكم كده ومحدش يكون لخبط كتير، وحاولنا نلتزم على اقصى درجه لحد لما الجدول ينزل. طبعا زي ما احنا قلنا ان الشتاء ده من اهم المواسم في السنة اللي احنا نقدر نستغلها ونقدر نخسس فيها ونقل باقصى درجة. تمام، فاحنا هنستغل ازاي ان احنا ناكل كتير وفي نفس الوقت نخس ما نتخش، لان احنا هنقل الكالوري. اوكي، طبعا يا شباب الجدول نزل وبقى موجود على الصفحة، يا ريت تشوفوه. والجدول شارح نفسه فيه كل حاجة، هيشرح لك وهياخدك من اول ما تصحي من النوم لحد لما تنام. وفي اكل كتير، محدش يقلق، هتاكلي بس احنا بناكل كتير علشان نحرق، وفي نفس الوقت بيبقى الكالوري قليل فيه. فالجدول فيه كل حاجة وفيه كل البدايل وفيه كل حاجة. يعني هتلاقي عيش سن، لو مش عايزة عيش سن ممكن تاخدي نص رغيف بلدي مفيش مشكلة، او عيش اسمر. كمان مش مهم الالتزام بالايام، عادي براحتك تبدلي براحتك، مش شرط خالص. المهم نلتزم باقصى درجة تقدري توصلي لها من الالتزام. ده اهم حاجة عندك، الالتزام ثم الالتزام. وصدقيني احسن فرصة قدامك عشان تلحقي، هتفاجئي نفسك تلاقي رمضان، خرجت من رمضان على العيد بقينا قد كده مش لاقيين هدوم. طبعا مفروض كلنا نبقى عملنا الورقة دي، اللي هي ورقة ايه يا شباب؟ ورقة الميزان. يكرم المرء او يهان. طبعا مفروض كلنا نكون نزلنا وزننا، بس مش عارفة في ناس وزنت ولا ما وزنتش. مش مهم، يا ريت اللي ما وزنش النهارده وما لحقش يوزن بكره. انا وزنت، مش عارفه، ما شاء الله 71.5. مش مهم يعني، انا خلاص انا شفت الرقم اتصدمت، بس مش مهم. المهم ان احنا داخلين ناويين نغير، ناويين هننسف الرقم ده تاني ونرجع نعمل ابديت لنفسنا تاني ونرجع لوزننا تاني اللي هو ايه 64. خلاص، فيا ريت اللي هنبدأ بجد ونتابع بجد نبدأ نوزن نفسنا، عشان ان شاء الله اخر الاسبوع بإذن الله هنلاقي نتيجة. اوكي، دي اول حاجة الميزان. تاني حاجة بقى، مش حاجات مش هتفرقنا في يومنا. ايه هي بقى؟ خس، جزر، خيار، بس ما عنديش خيار دلوقتي. الحاجات دي ما تفرقش البيت، يعني دول حصن الامان ليكي من اي مغريات، اي ضغوطات، اي جوع. على طول حصني نفسك، كلي خس زي ما انت عايزه، كلي خيار زي ما انت عايزه، جزر ليكي جزرتين في اليوم بس بحد اقصى. مالكيش اي حاجه من دي لازم تكون موجود في البيت يوميا يوميا يوميا. تاني حاجه بقى، خلاص ده الخس والخيار والجزر دول ما يفرقوش البيت. تاني حاجه الشاي الاخضر ده، راحة جاية اشرب شاي اخضر، راحة جاية اشرب شاي اخضر. طبعا احنا في الشتاء فما بنشربش مية كتير، فنشرب شاي اخضر، هو هينزل المية في الجسم وهيعوض لنا ايه كمية السوائل اللي احنا ما بناخدهاش من المية. راحة جاية تشرب شاي اخضر، اقل حاجة 4 كوبايات شاي اخضر في اليوم، ما تقلش عن كده. 4 كوبايات شاي اخضر في اليوم. وطبعا مسموح ليكي المشروبات التانية، اليانسون، النعناع، القرفة، بس طبعا كله من غير سكر. ولو هنستخدم سكر دايت ليكي حد اقصى 2 ظرف في اليوم، مش كتير، عشان مادة الاسبرتاين اللي بتبقى في السكر الدايت دي مش حلوة يعني. اوكي، اخر حاجة بقى هنتكلم فيها في اللايف ده وهي الرياضة. جماعة بجد انا اللي تخني الوزن ده كله، انا كنت بثبت على 64 ما بزيدش عن كده. اللي بيتخني ان انا قعدت في البيت باكل نفس اكلي هي بس ما بتحركش. فعلا ما بتحركش من النوم، يا دوب على قد حركة البيت، الحاجات دي مفيش رياضة. الجسم بياخد الاكل بقى بيخزنه مش بيحرقه، لان ما عندوش حاجة بيحرق، هيحرق منين؟ فبقى بيخزن ما بيخزن، فطلع وزن زيادة وفي نفس الوقت حرم نفسي وعدم قليل من الاكل، بس بتخن. ليه؟ ما بتحركش. الرياضة مفيدة جدا جدا علشان نحرق دهون، ما نحرقش عضل. اعملي رياضة، اعتبريها يعني عشان تحبي في نفسك الرياضة كده، اعتبريها حاجة ايه ترفيه كده عن نفسك، بتعملي كده حاجة تدلعي بيها نفسك. طبعا هننزل برضو على الجروب بتاعنا
لينكات مباشرة، حاجات صغيرة جدا جدا، يعني تلت ساعة نص ساعة، المهم نتحرك. حتى يا ستي لو مش عايزة تتابعي وما عندكيش نت عالي وعندها باقة، البيت عندك تروحي راحة جاية لمدة نص ساعة، راحة جاية راحة جاية، كل شوية تزودي في السرعة تزودي في السرعة تزودي في السرعة، المهم نتحرك. شغل البيت بنعمل وكده، بس ما بيبقاش نفس حركة ان انت بتعملي رياضة. انت بتعملي رياضة بتحركي كل جسمك، بتبقى مخصصة لهم ده هتحرك، وكل شوية مع الوقت مع الوقت مع الوقت هتزودي. دي مهمة جدا عشان نحرق دهون ما نحرقش عضل، وهننزل لينكات. كده انا شرحت احنا هنعمل ايه الاسبوع ده كله، والجدول معاكم نزل على الصفحة، هنمشي معاهم خطوة بخطوة. وانا بدأت النهاردة فطرت ربع رغيف شبه ما انتوا شفتوا بيضاية، والغدا كان معلقتين رز بسمتي وقطعتين لحمة، واخدت سناك كان كوباية عصير برتقان بجزر. وان شاء الله هتعشى عشان طبعا اول يوم ففي بقى باور ومخزون، هتعشى كوباية زبادي. كل ده هصوره لكم برضو ان انا عملت ايه خطوة بخطوة، وهنزله لكم على الجروب، اشتركوا في الجروب. كله بقى ايه، يا ريت بقى كلنا نشجع بعض، وكل واحد ينزل هو اعمل ايه، وكل واحد ينزل وزنه. انا نزلت وزني وما كسفتش وما قلتش لا لا، انا اهو قدامي علشان تفضل اللايف ده قدامي كل يوم ارجع له وابص ان انا قدامي تحدي. لازم ان شاء الله قبل ما يخلص، قبل ما يجي رمضان، اكون الوزن بتاعي تاني وارجع له تاني، ونشجع بقى بعضنا ونتقابل على الجروب. ولو في اي حد عنده اي استفسارات او حاجه مش واضحه في اللايف، او حاجه مش واضحه في الجدول، ينزله لنا وهنتكلم فيه. كلنا بنشجع بعض، كلنا عايزين نخس، وفي نفس الوقت مفيش حرمان. انا ما عنديش حاجه اسمها حرمان، احنا هنبدا اسلوب حياه، والسلاجن بتاعنا هيبقى ايه، الاكل مش حرمان، الاكل اسلوب حياه. يعني حتى اللي شاف الجدول هيلاقي ان الاكل فيه كتير جدا، بس احنا بنضحك على جسمنا زي ما بنقول، بندخله اكل كتير بس لو كالوري، مفهوش فاتس خالص، وتاكلي براحتك. فيا رب تكونوا بس تعذروني ان اتاخرت عليكم في اللايف ده، كان المفروض اطلع الجمعه. وتاني حاجه، كل سنه والاخوه المسيحيين طيبين، وينطلقوا وياكلوا هم براحتهم، بس عندهم سبت وحد ينطلقوا، ومن يوم الاثنين بقى يتجوين معانا، وان شاء الله نبقى مع بعض ونخش على رمضان كده مستعدين، مش هنتخن في رمضان، وهنبقى مع بعض في رمضان وننطلق باذن الله. اشوفكم بقى مع بعض على الجروب، وهنتابع مع بعض خطوه بخطوه. سلام.